هي من ضمن المدن الإسلامية والحضائر التي عرفت بالعالم العربي. أسست عام 935 من قبل مناد بن زيري الصنهاجي. أقدم المدن الجزائرية ومخلب الدولة الزيرية. في سفوح جبال التطري المطلة على بلدية الكاف الأخضر بالجنوب الشرقي لولاية المدية، شيدت هذه المدينة العريقة. عرفت باستراتيجيتها وحضارتها المزدهرة في جميع الجوانب الاجتماعية والحضارية. كانت مستقر العديد من العلماء والباحثين الأجلاء أمثال ابن خلدون والمهدي بن تومرت، الذين اتخذوا من قلاعها مستقرا للتفرغ للعلم والبحث. تعد هذه المدينة ثاني عاصمة للجزائر بعد تهرت رستمية. نعم. ثم من هذا المنطلق اتجه زير بن مناد إلى تونس، وهناك تم تأسيس الدولة الزيرية التي خلفت الدولة الفاطميون الذين توجهوا إلى القاهرة بسواعد جزائرية. مدينة الأشير، المدينة التي تحمل عنوان أسمى وأرقى المدن الإسلامية في شمال إفريقيا، حيث كانت همزة وصل بين إفريقيا وبلاد الأندلس، وبقيت أطلالها شاهدة إلى يومنا هذا، حيث صنفت من ضمن المواقع والمعالم الوطنية والأثرية. الموقع الوسطي الذي سمح لهذه المدينة من أن تؤسس دولة في تونس الحالية، واستطاعت أن تؤسس دول فيما وراء البحر الأبيض المتوسط في الأندلس. تم تسجيل دراسة لحماية الموقع الأثري آشير. هذه الدراسة تتكفل والتي تم الانتهاء منها مؤخرا تتكفل بإيجاد جميع السبل والآليات المعترف بها لحماية هذا الموقع الأثري. مدينة الأشير، حضائر المدن الإسلامية بالعالم العربي، تحتفظ بالماضي العريق والحضارات التي تعاقبت على بلد اسمه الجزائر.